وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه موريانو. النهارده زي ما احنا عملنا في الحلقه اللي فاتت اللي هي لقت اعجاب من كبير، اللي هي جوله محطه الرمل، قررنا احنا نعمل حلقه ثانيه ونكمل السلسله ديت لكن في شارع النقل والهندسه. طب ليه شارع النقل والهندسه؟ لان كان في كومنت من اسمان داليا او مش عارف اسمه غريب كده شويه، قالت لنا ما تجربوا شارع النقل والهندسه، وقررنا ان ديت فعلا فكره كويسه لان في مطاعم كتير وفعلا مطاعم ممكن تستحق التجربه. قررنا ان احنا نجرب المطاعم اللي فيه. احنا برضو مش عارفين ايه المطاعم اللي فيه لان في مطاعم كتير جدا وكلها اغلبها حلوه، فقلت لها برضو في الكومنت ايه اكتر حاجه ممكن نجربها، فادتنا شويه مطاعم يعني زي ما انتم شايفين هنا برضو في الكومنت. فاحنا دلوقتي ماشيين مش عارفين هنجرب ايه ولا ايه، هنمشي ونشوف اي مطعم مثلا ممكن يعجبنا ونبدا فيه. فبما ان احنا فوتنا الفطار لان احنا نازلين دلوقتي الساعه 4 او 5 تقريبا، فاحنا هنخش على الغدا على طول ونجرب كذا مطعم عشوائي من الشارع دوت ونقول لكم عن تجربتنا وبس كده. يلا بينا. وصلنا لاخر الشارع بتاع النقل والهندسه، ما لقيناش فيه اي مطاعم مميزه يعني. بقول لك انا عايزك تشعبولي الموضوع شويه وناكل حاجه كده فيها كبده وصدق وبتاع. ما كده بقى هنرجع للكومنت تاني بقى نجرب قلبه وقومه. بس يلا بينا بقى. المطعم شكله لطيف شويه، شكله شرقي يعني، بيقدم فطاير، مكرونات، سندوتشات، كبده وصدق ده اهم حاجه. ما تقريبا ده اللي هنبدا بيه بما انك انت الضيف النهارده. انت ضيف فوق راسي والله، فوق راسي. شوف لنا بقى هنطلب ايه. كبده صدق، عنده ايه كمان؟ ماشي. صدق كبده، عنده كبده وصدق. شوف عايز كام كبده وكام صدق. ماشي، ده كرم اخلاق منك. هو انت ضيف. ماشي. شوف لو هنجيب سندوتشات كبده، صدوق، مكرونات، الفطير كده كده هنستبعده لان احنا ممكن نجرب مطعم تاني بما ان الكومنت قال لنا ممكن نجرب توميتو باي، فعشان كده هنخش اصلا في بيتزات ومعجنات وكده فمالهاش لازمه. فخلينا نشوف مكرونات وسندوتشات. ماشي، سيب لي انا السندوتشات اختار لك منها وانت اختار لي من المكرونات. ماشي قشطه، اتفقنا. شوف انت هتبدا بايه عشان انا ضيفك. بص احنا نقضيها كبده وصدق وهنطلب بقى ايه يحطوا لنا فيها سلطه خضراء وطحينه على الصدق مش على الكبده اكيد، والكبده خلينا نحط لنا عليها طحينه. مش عايزها بره، نجيب طحينه بره. انت خليك طحينه من بره وانا عشان عكاك فانا عايز الطحينه جوه عادي. يا عم ماشي. ماشي. هتطلب بطاطا الكبده بالسلطه؟ ما انا بقول لك لا، الكبده بالسلطه لا، الصدق بالسلطه والطحينه والكبده بالطحينه. ما تبينيش للناس ان انا عكاك قوي. انا هجيب لي ولا ما ادري هنجيب ايه. انت اللي هتختار الباستا اصلا. نجيب مكرونات. ماشي، اسمها باستا. مكرونات. نجيب لنا مكرونه فرن بالفراخ. ماشي، مكرونه فراخ بالفرن. خلاص تحفه. احمر ولا ابيض؟ ايه ده؟ صوص. تمام. خليه وايت. تقريبا ما بتتكلمش انجلش ازاي؟ نخش لنا. اجيب معاك سندوتشات كبده ولا اخمس معاك؟ خمس. احنا طول عمرنا بنخمس بعيد عن الكاميرا، هنيجي قدام الكاميرا مش هنخمس. يبقى نطلبها مخصوص بقى. ماشي. واحد كبده مخصوص، واحد صدق مخصوص. قشطه. خلاص نطلب الاوردر ونجي لكم. الاكل وصل لنا تقريبا بعد ساعه الا ثلث، ساعه الا ربع يعني. احنا دلوقتي بقينا الساعه 7 الا ربع، داخلين على 7 الا 10. مش شايف الصراحه ده وقت كويس انك تنزل لي سندوتشين كبده وسندوتشين صدق وطاجن مكرونه، وتقريبا هم نسونا تقريبا حاجه شبه كده. فنشوف الطعم بقى هل هيفرق ولا لا. يعني نبدا بانهي، صدق ولا كبده؟ نبدا بالكبده. نبدا بالكبده. هو بص كميه كويسه لكن سعره شايفه ان هو غالي سيكا. تمام، بما انه يعني محل في النقل والهندسه فاكيد لازم يكون غالي شويه. هو قال لنا هجيب لكم معلقه بس ما جابلناش، فانا مش عارف هحط الطحينه ديت ازاي، ففي الغالب هندبت. الطحينه سايبه قوي ومش عارف متخففه قوي. ماشي، الكبده طعمها حلو لكن برضه مش بهذا السعر يعني. هنحط عصره ليمون. ماشي، بسم الله. الكبده مش قد كده قوي يعني لكن شغاله وطعمها عادي يعني، طعمها كبده عادي بس سعرها غالي سيكا. نخش على الصدق نقسم برضه بنفس النص. الصدق برضو يعني ممكن اكون اقول لكم اللي انا دقت احسن من كده قبل كده كتتبيله صدق، لكن الكبده مش عاجبني، الصدق مش قد كده. كورونا مش حاسه برضو ان هو بتاع
دوقوا الاول وبعدين. مش عارف، حاسس ان انا هو الشكل مبسوط. مش الشكل مش احسن حاجه، وفي نفس الوقت كنت متوقعه مثلا طبق كبير، بما ان سعره تقريبا كان 135، كنت متوقعه طبق جدا كبير زي اللي احنا شفناه في التوستاس او شفناه في اي مطعم تاني يعني. بس خلينا ندوق، تحسه كأنه مطعم شعبي قوي، كأنك بتاكل مثلا في زعيم. ايه؟ زعيم، حاجه شبه كده. ماشي، بسم الله. شعبي قوي، كأني باكل في الزعيم بجد. طب وايه تجربتك للحوار ده كله كده ايه؟ يعني مطعم شعبي قوي بما ان هو في نقل والهندسه، فانا كنت متوقع اللي هو مثلا يكون في تجربه جديده، في طعم جديد، بس هو مجرد بيقدم لك اكل شعبي بس بشكل متزوق شويه. يعني يا ريت قلبة متزوق. وقومة؟ هي قلبه وقومه فعلا. هو بيقلبك ويلا قوم، وفي نفس الوقت برضه يعني متاخرين قوي، يعني كسيرفيس مش قد كده، كاكل برضه مش قد كده. يعني قلبه وقومه معانا مش قد كده. خلينا نشوف ايه اللي هناكله في المطعم اللي بعده ويلا بينا. كنت عايز اقول حاجه بس ما عرفتهاش اقولها جوه المحل. الاستاف هناك لذيذ ولطيف، لكن المشكله في الاكل ذات نفسه، يعني تحس الحاجات الكواليتي بتاعها عادي، مش احسن حاجه بالنسبه للسعر. انا عامه انا ما قلتش ان الاكل وحش، لكن تحس ان هو اكل بلدي، تحس انه ممكن تاكله في اي محل بتاع بيتزات ومكرونات وفطير وسندوتشات. السندوتش الكبده لما علي جربه حس برده اللي فيه لسعه زياده، اللي هو متشوح زياده على النار، فهو ناشف شويه بالنسبه للكبده. هو كان طعمه السندوتش بتاعي كان لطيف، لكن في السندوتش بتاعه ما كانش احسن حاجه. الصدوق مثلا هو اخد صدوق اسكندراني، فكان معاه شويه خضره وبتاع، فهو بالنسبه له كان ألذ. انا بالنسبه لي كان السندوتش ساده جدا، والخلطه بتاعت الصدوق ما كانتش احسن حاجه. انا مش عايز يعني اقول حاجه وحشه على المطعم، لكن خيب توقعاتي. فدلوقتي خلينا نخش على مطعم تاني وهو توميتو باي، بما ان احنا برضو لسه ماشيين على الكومنت بتاع داليا، فنخش على المطعم اللي بعده. تمام يا جماعه، وصلنا لتاني مطعم معانا وهو توميتو باي. هو عادي خلاص كان عنده مشوار تقريبا مشى وسابني لوحدي. فانا حاليا في توميتو باي. هو عامه احنا كنا عاملين المفروض حلقه عن احسن بيتزا، مش مقاطعه، كنا جايبين شاو ودييجوز، والمفروض كان معانا توميتو باي لو انتوا كنتوا شايفين الحلقه، وما جاش للاسف. فاحنا قلنا بقى ايه، بدل ما هو ما جالناش احنا نروح بنفسنا. فاحنا حاليا في الفرع بتاع النقل والهندسه، غالبا ما فيش فرع تاني، لو في فرع تاني ممكن احطه لكم تحت هنا. فبس خلينا نشوف هنطلب ايه. في الغالب يعني هتكون تشيكن رانش، يعني لان انا بحب التشيكن رانش. لو لقينا حاجه مثلا تانية مميزه ممكن نجربها، تمام مفيش مشكله يعني ممكن نجربها، بس في الغالب انا هجرب التشيكن رانش. انا عامه طلبت حسيت التشيكن رانش بقت معتاده بالنسبه لي، فجايبه بص في المنيو، يعني بصوا كده معايا الفرق ما بين التشيكن رانش والسي فود سلاب تقريبا 5 جنيه. فانا قلت بما ان الاثنين يعتبر قريبين في السعر، فرق ما بينهم 5 جنيه، فنجيب سي فود. الصراحه كان نفسي اجرب البيبروني بتاعتهم، لان البيبروني لما كنا بنجربها في دومينوز بيتزا كان طعمها خرافي الصراحه، لكن دلوقتي دومينوز بيتزا بقى مقاطعه، فاحنا بنحاول ندور على حاجه تعوض يعني الحاجات المقاطعه اللي احنا قطعناها. فبس خلينا نجرب السي فود. جبنا سي فود رانش، اسمها هنا سي فود سلاب، جبناها ميديوم، سعرها 250 جنيه غير شامل الخدمه، ده شامل الضريبه لكن غير شامل الخدمه بس. فهو قال لي تقريبا الاوردر هيخلص في 17 ل 15 دقيقه، فنشوف بقى هيخلص في 17 ل 15 دقيقه ولا هيقعد ساعه الا ربع زي باقي المطعم اللي فات ولا لا. قشطه، يلا بينا لحد ما الاكل ما يجي. وللاسف كده عدينا الربع ساعه وداخلين على الثلث ساعه، للاسف ما التزموش بالميعاد بتاعهم، فمش مشكله بقى. خلينا نشوف الاوردر هيجي بعد قد ايه لحد ما يجي بقى. شكلهم تقريبا مطولين شويه، سيكه صغيره كمان، بس اللي راسي مقطوعه ما علينا، بس كويس ظهر مني شويه. نستنى بقى لحد ما الاكل ما يجي. واخيرا الاوردر نزل لنا في 28 دقيقه بالظبط. فخلينا نشوف هو زي ما احنا متعودين على اغلب المطاعم دلوقتي بقت تعمل شبه بابا جونز لحد ما، ان هي بدات تنزل معاه فلفل وصوص رانش زياده على جنب كده. تمام، هو شكل البيتزا لحد ما لطيف ومليان توبينجز. اللي انا شايفه لحد دلوقتي اللي هو فيه كابوريا وفيه جمبري وفيه صبيط وصوص رانش مغرق البيتزا. فخلينا ندوق اول حته سخنه مفتوحه. عامه البيتزا ديت تعتبر الى حد ما غاليه، يعني 250 وميديوم. طبعا هتقول لي عشان دوت سي فود، لكن التشيكن رانش برضو عامله 245، فهو سعرها مش رخيص. خلينا نشوف هل هي احسن ولا تشاو، عشان المره اللي فاتت تشاو هو اللي كسب معانا في الحلقه اللي فاتت. خلينا ندوق. ماشي، بسم الله. هو رشش عليها حته من فوق كده تقريبا، ده زعتر وعليها زيت زيتون. هو ماشي، زيت الزيتون ما حسيتوش في الاول، لكن في افتر تيست كده هو ده اللي حسيت بيه بطعم زيت الزيتون. السي فود مش متوزع كويس، فهتلاقي مثلا قطمه فيها سي فود وقطمه ما فيهاش.
الجمبري يعني في عضه شويه كده، هو مش طري لكن هو طعمه باين وطعمه لذيذ. انا في العادي لما بحب اكل بيتزا بحب اكلها بايدي. هو عامه منزلين لنا شوكه وسكينه، لكن انا في العادي بحب اكل البيتزا بايدي لان بحس ان هي بتديني اكسبيرينس اكتر، بتديني تحكم اكتر. وعامه الاكل بالايد غير، يعني الاكل بالايد بيحسسك بطعم الحاجه. زائد برضو الاصل في الاصل ذات نفسه البيتزا بتاكل بالايد، ما بتاكلش بالشوكه والسكينه. وعامه بحب اكل الاطراف ديت بالصوص، ما بحبش اكلها حاف. في ناس ما بتحبش تاكلها اصلا، فانتوا قولوا لي في الكومنتات انتوا من انهي تيم، الناس اللي بتاكلها بايديهم ولا الناس اللي بتاكلها بالشوكه والسكينه كنا احنا قاعدين في مطعم وكده. بس خلينا ندوق كده الاطراف بالرانش. عايز اقول لكم البيتزا دي تعتبر منافسه جدا للشاورما، يمكن احسن منها سيكا من حته الاطراف اللي فيها زيت زيتون، من حته الزعتر المرشوش على الوش اللي باين جدا طعمه. توماتو باي فعلا يستحق المنافسه. نخلص بقى البيتزا ديت ونخش على المطعم اللي بعده اللي احنا برده لسه مش عارفين ايه هو. برده هنرجع برده الكومنت نشوف كان في ايه ونجربه. فلحد ما نخلص البيتزا ديت نخلينا نشوف المطعم اللي بعده. يلا بينا. احنا دلوقتي خلصنا مكانين، اللي هو قلبه وقومه دوت ما عجبنيش قوي الصراحه. دلوقتي جربنا توميتو باي لحد ما كويس. الدنيا دلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين ليلت، فاحنا عايزين حاجه نختم بيها، فقلنا نختم بايس فولكانو منه حاجه حلوه كده، ونشوف بقى هنعمل ايه. لو في محل تاني مثلا ممكن نجربه، لو في اي حاجه تانية ممكن نعملها. طبعا زي ما انتم شايفين انا شايل كل حاجه في ايدي لان عمو علي مشى. فخلينا نجرب ايس فولكانو نشوف مثلا هنطلب منه ايه. ايس فولكانو دلوقتي يعني انا بشوف له اعلانات اللي هو بيعمل دلوقتي سندوتشات حادق وبيعمل حاجات اختراعات كده حلو، زي كون مثلا في ايس كريم وحاجات غريبه كده. فانا دلوقتي رايح له اشوف بقى هو هيقدم ايه او بيقدم ايه في العموم يعني، ونشوف هل هنختم الحلقه على كده ولا لا. كده وصلنا لاخر مطعم معانا اللي هو ايس فولكانو. هو غالبا جنب بوابه نادي سموحه، مش عارف الصراحه لسه هنطلب ايه. فغالبا هتكون اي حاجه بالايس كريم يعني. خلينا نخش ونشوف المنيو الاول، بعد كده نشوف ايه اللي هنطلبه. قررنا تصور لوحدك دوت صعب جدا. تخيل انك شايل الحاجات كلها وقاعد بتصور وايدي وجعاني الصراحه. خلينا نشوف بقى. شفت هنا ان عندهم موتشي وعندهم اختراعات غريبه كده زي البتاع ديت اللي على شكل سمك اللي عليها ايس كريم، وعندهم بابل ساندي بيكون فيها شبه الكوبا دي كده اللي هي الحبوب الصغيره ديت، وعندهم وافل كتير بقى. فانا الصراحه مختار اللي انا هطلب ايه. اختراعات غريبه وشكلها حلو. انا عايز حاجه كده مرتبه، عايز حاجه ترتب عليا اليوم لان احنا قاعدين بنلف طول اليوم. عارف برضه انا مش عايز اطلب حاجه عاديه، عايز اطلب حاجه تكون مختلفه وغريبه كده. ممكن نسال الويتر. طلبنا في اخر حاجه بقى، اخر مطعم خلاص، كريب اسمه ايه؟ فوتوتشيني كريب. بتبقى عباره عن تقريبا عجينه كريب بس متقطعه اكنها شبه المكرونه فوتوتشيني كده شرايح، تحط عليها صوص اللي انت عايزه وتحط عليها في الاخر بولة ايس كريم. اللي عارفني عارف ان انا ما بحبش الحلويات او ما بقدرش يعني اكمل في الحلويات الكتير، فالغالب بتقفل يعني او نفسي بتموع بسرعه للحلويات. لكن برضه عشان حلقه وعشان كوك فنجرب برضه عشان ما نظلمش الحلويات، برضه محتاج ان انا اديها فرصه. بما انه برضه هي رشحت لي ايس فولكانو فهو اكيد حاجه جامده فلازم نجربها. فاحنا دلوقتي طلبنا الاوردر وهنستنى بقى لحد ما يجهز بقى. وده كده يكون اخر اوردر للنهارده عشان الصراحه اتاخرنا قوي، واطول اوردر قعد معانا عشان يتجهز. انا مش عارف ليه. هي المفروض عجينه الكريب ده المفروض ما تاخدش سوا كتير يعني، هي بتقعد شويه كده على النار بعد كده تتشال وعليها صوص نوتيلا وبولة ايس كريم وفي نوتيلا زياده لوحدها على جنب. فخلينا ندوق. يعني هو شكلها طبق لحد ما لطيف، لكن زي ما انا قلت لكم انا ما بحبش الحلويات قوي، فانا مش عارف اقدر اكمله كله ولا لا. بسم الله كده. صراحه لحد ما بيحبش الحلويات ده عاجبني قوي. يعني العجينه خفيفه، سكرها مش كتير، النوتيلا لطيفه برضو، في صوص زياده نوتيلا. انا مش عارف هو ليه حاطط صوص زياده لان هو اصلا مزود الصوص في البتاع كريب. ماشي قشطه. والايس كريم برضو طعمه حلو. التعليق الوحيد اللي عليها ان هي قعدت ساعه عشان تتعمل وده وقت طويل قوي، بس انما غير كده هي طعمها حلو قوي. كتجربه جديده بالنسبه لان شخص ما بيحبش الكريم، لا حلوه.
لطيف قصدي. فبس خلينا نخلص هذا الشيء ونشوف لو في مطعم تاني ولا هننهي ولا هنعمل ايه بالظبط. فبس يلا بينا، وبكده نكون خلصنا يومنا النهارده. خلينا نشوف ايه احسن مطاعم رحناها وايه احسن حاجات جربناها. يعني اول مطعم ما كانش احسن حاجه، اللي هو بتاع قلبه وقومه دوت، كان عادي جدا، اسعاره غاليه جدا، فما حسيتش الصراحه ان انا اخدت قيمه خالص مقابل سعر. تاني واحد توميتو باي كان غالي جدا، لكن الصراحه البيتزا بتاعته كانت جامده جدا. طبعا ده من وجهه نظري بالنسبه للحاجات اللي نزلت لي، عشان اعرف ناس كانوا بيقولوا لي ان البيتزا بتاعتهم مش احسن حاجه، كان عندهم تجارب سيئه ليها، بس اللي نزلت لي عجبتني. اخر مطعم بقى اللي هو ايس فولكانو، يعني تاخير اوفر، يعني ساعه عشان يعمل لي عجينه كريب. مش عارف، ما كانتش احسن تجربه في الانتظار، لكن احسن تجربه كطعم. كان عاجبني حته النوتيلا عندهم نظيفه، الايس كريم برده نظيف، والعجينه طعمها لطيف برده بتاعت الكريب. عندي تعليق بسيط بس على شارع النقل والهندسه، تحس ان هو شارع سياحي لكن ما فيهوش اي خدمات. يعني انا جاي بخش سوبر ماركت عشان اجيب لي ازازه ميه، لقيت الازازه ب 10 جنيه، فاسعار مبالغ فيها واسعار سياحيه، اكنك قاعد في الساحل مثلا، مغلين الاسعار وانا مش عارف ليه. وديت كانت تجربتنا النهارده لشارع النقل والهندسه. ولو عجبتكم الحلقه ممكن لايك شير سبسكرايب علشان نقدر نكمل في السلسله ديت لو عجبتكم، وعشان نقدر برضو نكمل في حاجات تانية كتير يعني. ولو حابين مناطق تانية، اماكن تانية، شوارع تانية، محلات جديده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. عندكم تجارب ممكن نجربها، افكار ممكن نعملها، تقدروا تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام. ما عنديش ايد الصراحه تانية اعمل بيها زي المره اللي فاتت، فنقفل بقى كده عادي.